ومن خصائص رمضان أنه شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، فخص من بين الأوقات كلها والشهور جميعها بأن أنزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيه الحكيم وذكره العظيم القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وليلة القدر هي من ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي رمضان، بل هي أشرف ليالي السنة كلها. فخص الله جل وعلا رمضان بأن أنزل فيه القرآن، وهذا يستفاد منه أن لرمضان خصوصية بالقرآن. وكان جبريل يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في رمضان يدارسه القرآن، فلرمضان خصوصية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن يطالع سير السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يدرك عظيم شأن رمضان مع القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان يقول قائلهم: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. فيعظم إقبالهم على القرآن مع عظيم إقبالهم عليه في غير رمضان، لكن لرمضان شأن خاص مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء لا حظ له مع القرآن في رمضان فهذا نقص وخلل. ينبغي أن يراجع المرء نفسه ويتأمل في موطن الخلل الذي صرفه عن القرآن في أعظم مواسمه وأجل أوقاته وشهره الذي نزل فيه. فينبغي على الناصح لنفسه أن يدرك ما لرمضان من شأن وخصوصية بهذا الكتاب العظيم. وإذا كان القرآن أنزل في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن رمضان يعد فرصة لتحصيل هذا الهدى ومعرفة هذه البينات والهدايات، هدايات هذا الكتاب العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فينصح فيه المرء نفسه بالتدبر لهذا الكتاب العظيم والتأمل في معانيه وهداياته العظيمات المباركات، لينال من هدايات القرآن يقظة لقلبه وزكاء لنفسه استقامة لحاله ومعونة له في سيره إلى ربه وطلبه لمرضاته سبحانه وتعالى.